when one of the endless changes, that changes everything. طيب، مقدمة لابد منها. أنا شخص بحب أعمال الفانتازيا والخيال في كل الأوساط الفنية بشكل عام، مش بس السينما، وده خلاني أتعلق بالموسم الأول من ساند مان لدرجة إن الفضول أخدني علشان أبحث ورا المادة الأصلية وأقرأ بشوية خجل كده في الكوميكس المقتبس منها المسلسل، وده كان سبب إني أنتظر بشغف مش بس موسم تاني وإنما عالم كامل بيسرد مغامرات ساند مان وإخواته الأزليين تحديدا. وإن بنية الموسم الأول عجبتني جدا، إنه إحنا عندنا 9 حلقات متقسمين ل3 فصول، وكل فصل بيشمل مغامرة خيالية من نوع ما، وال3 فصول بيجمع بينهم تيمة مشتركة شكلها بيكتمل في الفصل الأخير من الموسم. ودي كانت بنية بتسمح بتنوع ضخم على مستوى القصص اللي بتتقدم، وبتحرر كتاب العمل من إنه يبقى في حدود لمستوى الخيال اللي ممكن يتطرقوا ليه. وبعدين بما إننا في عالم خيالي وغريب، فبناخد حلقة ختام غير مألوفة اللي هي حلقة دريم اوف ثاوزند كاتس اللي نهينا بيها الموسم الأول. فالحماس للعالم ده كان ألف، واستنيت وعدت سنة و2 و3 والمسلسل مفيش اخبار عنه تماما. ده تزامن مع الاتهامات المثيره للجدل اللي وجهت لمؤلف الكوميكس وكاتب المسلسل نيل جيمان، لا والغاء مسلسلات ليه كمان نتيجه للاتهامات دي زي ديد بوي ديتكتيفز وجود اومنز، واللي بالمناسبه كانت مسلسلات جيده جدا وحبيتها، كان نفسي انصح بمشاهدتها، بس يعني خلاص هي رسميا اتكنسلت وبالتالي قصصها مش هتكتمل. بس مع ذلك مصير ساند مان كان مجهول لحد ما جه الفرج اخيرا، والاخبار طلعت ان الموسم الثاني هينزل السنه دي، لكن مش هيكون بس موسم تاني وانما اخير. ونزل التريلر وبعده المسلسل وسط حاله من التعتيم الاعلامي والدعايه الخجوله جدا. فصباح الخير كده، انا داخل المسلسل محبط وحاسس اني هشوف حاجه متكروته. طبيعي، قصه مبتور تفاصيلها عشان نوصل لنهايتها، بس اللي حصل كان عكس توقعاتي تماما. طولنا في المقدمه، كفايه كده وخلينا نبدا كلام عن الموسم الثاني من مسلسل ساند مان. بس كالعاده خليني الاول ارحب بيك، انا محمود، يلا نبدا الفيديو ده. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time, like tears in rain. طيب، لو ما تعرفش حاجة عن ساند مان، فهو مسلسل درامي خيالي بيحكي عن اللورد مورفيس أو دريم، ملك مملكة الأحلام والمسؤول عن كل أحلام وكوابيس البشر. الموسم الأول أحداثه بتبدأ لما بتسرق منه أدواته وبيتم أسره من خلال ساحر مجنون لمدة 100 سنة، عشان لما يتحرر من الأسر ننطلق معاه في رحلة للبحث عن أدواته واستعادة توازن مملكته مرة تانية، تزامنا مع وجود خطر بيهدد بالقضاء عليه وعلى مملكته. الموسم الثاني أحداثه بتبدأ مع نهاية أحداث الموسم الأول اللي احرقه دلوقتي، فخلي بالك. دلوقتي عزيزنا مورفيوس قدر اخيرا انه يقضي على الفورتكس ويستعيد سيطرته على مملكه الاحلام. احداثنا بتبدا لما بيتلقى دعوه غريبه من اخوه الاكبر ديستني او القدر، دعوه بتجمعه مع اخوته الازليين، اجتماع بيكلف فيه بمهمه جديده، مهمه بتقوده للجحيم. وهناك في مواجهه لوسيفر ملك الجحيم يلاقي نفسه قدام عواقب ضخمه لكل افعاله اللي ظن انها اتنست، عشان المره دي يبقى الخطر اكبر ونهايته فعلا تبقى اقرب. Even if I did not. عالم ساند مان بكل تأكيد مش عالم كامل أو بلا أخطاء، لكن نقطة قوته الأهم هو إنه عالم جذاب بيقدم قدر ضخم من الخيال من غير ما يقع في فخ السذاجة أو السطحية. ودي مشكلتي عموما كمحب الأعمال الفانتازيا، انها دايما توجهها الاساسي بيكون الاطفال، فصفات زي السذاجه والسطحيه دايما بتبقى ملازمه ليها، ناهيك عن قله الانتاجات اللي بتتقدم في الجنرا دي بسبب الميزانيات الكبيره اللي بتحتاجها. الجميل في اعمال نيل جيمان بشكل عام انه بيحرر نفسه من القيود دي وبيفرد دراعاته تماما بدون خجل علشان يستغل قصته ويطرح من خلالها مواضيع فلسفيه معقده، فيحافظ على عقلك متاثر طول مده المشاهده، مواضيع عن الموت والحياه والحب والغيره والندم، وده بيخليك تتجاوز بسهوله اي كرتونيه ممكن تكون في القصه او اي تضحيه بتبقى موجوده على المستوى البصري، ببساطه لان الفلسفه اللي بتتقدم بتبقى مؤثره وبتمس حياتنا بشكل عام. جيمان بيتعامل مع الغرائز والمخاوف البشريه بشكلها الخام وبيجسدها في صوره شخصيات بتدافع عن معايير معينه وبيدخلها في صراعات بتختبر المعايير دي. فهتلاقي قدامك شخصيه دريم او حلم، وعلى الرغم ما توحي بيه الفكره من سحر الرومانسيه، الا ان نيل جيمان بياخد طريق عكسي تماما في تجسيدها، بيرسمه كشخص جامد ومتعجرف وبيرفض التغيير وبيهرب من المشاعر وعنده نهم دايم للسيطره، كانه صوره
بالاضافه لخوفنا الاصيل كبشر من فقدان التحكم والغرق في الفوضى. وده منطقي انه الاحلام هي ارض المواجهه الصامته مع اعمق ما فينا، المكان اللي بنشوف فيه وجوه مخاوفنا الحقيقيه. جيمن بيعمق الشعور ده اكتر من خلال رحله دريم نفسه. صراعاته طول الوقت نابعه عن قرارات اتخذها بغريزه الحفاظ على السيطره بدون تفكير في العواقب، وكل ده بيكشف عن مدى الهشاشه اللي موجود فيها، اللي بيحاول يداريها ورا قناع الثبات اللي بيرسمه. وعلى النقيض تماما بتيجي شخصيه تانية زي شخصيه ديس او الموت، اللي بتكسر كل التوقعات. بدل ما بتكون كيان مظلم ومخيف، جيمن بيقدمها بصوره دافئه وبشوشه، كانها ايد بتطبطب قبل العبور الاخير للعالم التاني. الموت في تصوره مش نهايه بل امتداد هادي للحياه، وده برضه بينعكس على دورها جوه الاحداث، فبيكون اقرب لدور الحكيم اللي بيظهر في وقت توهان البطل علشان يمثل البوصله اللي بتوصله لجهته. وده بقى ممتد لكل شخصيه جوه الحدوته، كل واحد منهم مرايه بتعكس صراع داخلي جوانا. بالاضافه ان جيمن بيتعامل مع كل ما انتجه العقل البشري من اساطير وشخصيات خياليه ومعتقدات دينيه اندثرت او لازالت موجوده على انها بتاعته، وبيستدعيها في اي وقت. فعادي تلاقي حلقه مثلا احداثها بتدور في الجحيم اللي تحت امره لوسيفر واتباعه، وبعدها بحلقه نستدعي اودن واولاده ثور ولوكي من الميثولوجيا النورديه، وفي حلقه ثالثه ننزل عند هيدس وزوجته بيرسيفوني ملوك العالم السفلي حسب الميثولوجيا الاغريقيه. وده بيقدم تنوعيه عظيمه للافكار اللي بتطرح في كل حلقه. وهنا وقت السؤال المهم، ايه اللي اضافه الموسم ده مقارنه بالموسم الاول؟ والاجابه البسيطه لا كتير. زي ما وضحت، ساند مان بيعتمد في المقام الاول على جاذبيه احداثه ومدى قدرتها على ابهار عقل المشاهد، فبالتالي يقدر يتغاضى عن اي نقط ضعف موجوده فيه. الموسم الاول لانه كان همه الاكبر هو شرح حدود العالم وتقديمه، فمستوى جاذبيه الاحداث كان دايما متراجع، وده خلاني على طول احس بوجود فجوات، تحديدا في نقطه عدم وجود حس انساني كافي عند الشخصيات، بمعنى ان مقدار التطور اللي بيخضعوا ليه تقريبا معدوم، وبالتالي ارتباطي بيهم كان بسيط. الموسم ده مختلف تماما لانه بعيدا عن انه احنا ودعنا التقديم اصلا ودخلنا في الاحداث على طول، لكن تيمه الموسم الاساسيه هي التغيير اللي بيتعرض ليه بطلنا بشخصيته من اقصى مراحل الانسانيه لقدره غريبه بتسهل عليه قرار التضحيه بنفسه في سبيل هدف اعظم. خلال ال10 حلقات بتوع الموسم مورفيوس بيتغير 360 درجه، ومش بس تغيير معتمد على احداث بيتعرض ليها في الموسم. جدلا الموسم الثاني يمكن مش بيخلق غير حدث واحد من العدم، وانما تغيير بيتم من خلال استدعاء مواقف واحداث حصلت اساسا في الموسم الاول. واعتقد ده راجع لمحدوديه الوقت. صناع المسلسل كان مطلوب منهم ينهوا القصه مع نهايه الموسم الثاني بشكل ادى انهم بس يعتمدوا على محاوله قفل اي خطوط اتثابت ولو حتى بالصدفه مفتوحه في الموسم الاول، ويشتغلوا على تبعات الخطوط دي بدل من تكوين خطوط جديده تفتح وراها اسئله اكتر. يعني مثلا مدخل الموسم هو مهمه انقاذ ندى، البنت اللي ظهرت بشكل عابر جدا في حلقه هوبن هيل في الموسم الاول، وبعد ما نخلص تبعات المهمه دي بندخل في مهمه ثانيه برضو اساسها تم ارسائه في حلقه كالوبي في نهايه الموسم الاول. فبشكل او باخر الكتاب اتبعوا حل سهل ممتنع علشان يقفلوا القصه، وده انا شفته عبقري وادى لنهايه حتى لو مش مرضيه بشكل كافي، بس اقدر اتعامل معاها واتقبلها. وبالكلام عن بنيه الموسم فهي برضو خدمت نقطه ارتباطي بالشخصيات وزودت من شغفي باني عايز اعرف حوادثهم، مش بس ابقى منبهر بالعالم وخلاص. ودي انا بشوفها نتيجه طبيعيه لموسم قايم على حصد النتائج بدل خلق احداث جديده. بجانب بقى التنوعيه، الاخلاص للتقديم في الموسم الاول حرم المسلسل من مغامرات كتير. هنا الوضع فيه حريه اكبر في استعراض خياليه العالم بشكل مثالي خلال الفصول الثلاثه من القصه. كل فصل مليان خيال ضخم ومواجهات ملحميه وقصص كنا بنقرا عنها في كتب الاساطير وفجاه لقيتها بتتجسد قدامي على الشاشه، وبالتالي لقيت نفسي قدام موسم مش بيضيع اي لحظه الا وبيفرض عضلاته فيها ويغامر، وده كله راجع للاساس الامن اللي اتبعه في بناء اطار احداثه. ده طبعا اترجم لتجربه بصريه بتحاول تجاري حدود الخيال على قد ما تقدر. يعني بكل تاكيد مش مثاليه، في لحظات كنت بحس اني بشوف حاجه معموله من سنه 2001 مثلا، لكن الاجتهاد الواضح في التصوير والتلاعب بالالوان قلل جدا من عيوب التجربه دي وخلاها مناسبه لشكل العالم الغير واقعي اللي احنا موجودين فيه. اكيد ده كله ما اخفاش المشاكل بنسبه 100%. احنا لسه عندنا المشاكل الطبيعيه بتاعه عدم المنطقيه والعبث اللي بيشكل في اوقات كتير المدخل الاساسي لاي مغامره عموما. وتشيز حاجه زي ما وضحت، رايك تجاهها هيتحدد على قد ايه انت تقبلت واستمتعت بالنتائج اللي طلعت منها، بالاضافه لانه طبيعي جدا تحس انه بشكل واضح في خطوط تم الاستغناء عنها بقصد، وتواجه شويه تسارع للوصول للفصل الاخير اللي كان بالنسبه لي هو الفصل الاضعف في الموسم، بسبب ان هو نفسه احداثه بتجري جدا. لكن برضه لا املك غير اني اقول انه في تحدي صعب زي اللي صناع العالم ده اتحطوا فيه، انهم لازم ينهوا المسلسل في الموسم الثاني بسبب مشاكل جيمن القانونيه واتجاه جموع شركات الانتاج في هوليوود لكنسلته. فهم عملوا مجهود ضخم جدا في انقاذ القصه دي من انها تبقى ذكرى سيئه في دماغنا. وعشان كده
وبكده تقييمي للمسلسل بقى بشكل عام هو 8.5 من 10. وحقيقي انا كان نفسي العالم ده ياخد حقه اكتر من كده ويكمل. في ختام الحلقه قولوا لي ايه اكتر مسلسل حسيته بالغضب لما اتكنسل وقصته ما اكتملتش. واخيرا لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. شاركوني برايكم عن المسلسل لو شفتوه. انا محمود وسلام.